السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخ منا النادي. النهاردة هعمل لكم الفطير بطريقة سهلة جدا كأنك جايباه من بره جاهز بالظبط، وهتدفعي فيه بس 50 جنيه، ولا أكتر ولا أقل، بمكونات بسيطة جدا عندنا كلنا في البيت. أول حاجة هنقطع الفلفل والطماطم مكعبات كده صغيرة زي ما انتوا شايفين، وبعدين هنقطع شوية زيتون. تمام، وبعدين هنجيب فطيرة عادية خالص من أي فرن عندنا ونحط فيها المكونات اللي احنا قطعناها، ونحط بقى الحشوة اللي احنا عايزينها. أنا حطيت سلامي وحطيت بسطرمة وشوية موتزاريلا، ورشيت عليها رشة زيت كده من فوق الوش، وطبعا كنت دهنة الصينية بالزيت. وبعدين نحطها في الفرن لمدة 10 دقايق لحد بس ما الموتزاريلا تسيح معانا، وبعدين نطلعها نقطعها بالشكل اللي احنا بنحبه. تقطعوها بقى مثلثات مكعبات، الطريقة اللي انتوا بتفضلوها. دوقي طعمها هتلاقيها حلوة جدا جدا زي الفطير اللي احنا بنجيبه من بره ب 200 جنيه وب 150 جنيه. ده مش هيكلفكوا غير 50 جنيه بمكونات عندك في البيت، وحلوة قوي.